ازيك يا حريف؟ جولة أنا أكتر واحد سعيد فيها، جولة مرعبة في جميع دوريات العالم. الليفر يفوز على برنتفورد، والسيتي بيفوز ويرجع بقوة على إبسن تاون بسداسية، والريال بيفوز برباعية ويعود نسخة امبابي المرعبة. ورابعا فوز الزمالك على انيمبا وتصدر الكونفدرالية بدون لا هزيمة، والأهلي يخسر من اورلاندو بسبب أخطاء تحكيمية كارثية. تعالوا نخش الأول على أوروبا. خش بقى على أوروبا ونشوف أول ماتش برنتفورد وليفربول. الليفر في ملعب برنتفورد بعد التعادل آخر جولتين، الليفر مع مانشستر يونايتد بهدفين، والتعادل مع نوتنجهام فورست بهدف مقابل هدف. ليفر الماتش ده قال لك مش هسيبها، لا لا لا، المره دي بجد مش هسيبها لحد. ليفر بيخش بكل قوه، بكل اداء، بيسجل الهدف في الدقيقه 90 بعد تعب وضياع فرص كتير من صلاح ونونيز ودياز وكاكبو. يسجل نونيز في الاخر في الدقيقه 90، وفي الدقيقه 92 بيسجل ايضا داروين نونيز. اما تعالوا بقى نخش على ماتش السيتي اللي فاز على ابشن تاون بسداسيه، كان فيها نجم الليله فودن اللي رجع تاني بهدفين وبصناعه هدف، وهالاند ودوكو والنجم الشاب بيليز. اما بقى الناحيه التانيه فاموريم يا موريم اللي هو اموراي مدرب مانشستر يونايتد بيخسر من برايتون ب3 اهداف مقابل هدف. يونايتد في حاله كارثيه، اليونايتد في مرحله سقوط. وتوتنهام ايضا بتخسر من ايفرتون ب3 اهداف مقابل هدفين. خش بقى كده ترتيب الدوري الانجليزي. الليفر ب 21 مباراه 50 نقطه، ارسنال من 22 مباراه 44 نقطه، نوتنجهام من 22 مباراه 44 نقطه، وفي المركز الرابع السيتي ب 38 نقطه من 22 مباراه. جدول ترتيب مرعب، بيعود السيتي تاني لمكانه الطبيعي في المراكز الاربعه الاوائل، والمنافسه لما يرجع مرموش هتبقى مرعبه. تعالوا بقى نخش على الليجا. الليجا كان بطلها مبابي، عاد لكم مبابي نسخة 22. مبابي المرعب اللي كان بيعمل كل حاجة، اللي كان امبارح هيجيب سوبر هاتريك مستريح قوي. بيسجل مبابي الهدف الأول من ضربة جزاء، ولكن لاس بالماس خطفت ريال مدريد صراحة بجملة تكتيكية مفيش أحلى ولا أجمل من كده. 28 ثانية من بداية المباراة بيسجلوا الهدف الأول. يجي مبابي في الدقيقة 20 بيسجل الهدف التعادل، ثم بعدها على طول ابراهيم دياز ثم مبابي ثم رودريجو. الريال كده في الصداره. ختافي بقى تعمل المفاجاه، ما انت برشلونه بيكسب بره 5 ريال في كاس السوبر الاسباني، بيكسب في كاس الملك ريال بيتيس 5. جه بقى عند ختافي مسكته في ارض ختافي، خطفته الارض. مفيش خالص يعني، ختافي خسفته الارض. بيتعادل معاها وبيرجع للمركز الثالث، يبقى في المركز الصداره الاول ريال مدريد ب 45 نقطه، وراه اتلتيكو مدريد ب 43 نقطة، وراهم برشلونة ب 38 نقطة. صراحة دوري اسباني مولع ودوري انجليزي مولع، ولكن تعالوا نروح على رزع افريقيا. افريقيا بقى حصل فيها الاهلي يخسر من اورلاندو بهدفين مقابل هدف في استاد القاهرة الدولي هنا عندنا في مصر. صراحة ما حدش يلوم كولر، زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع اول امبارح، ما حدش يلوم كولر خالص خالص خالص. كولر عمل اللي عليه وزياده لما لعب خالد عبد الفتاح باك وكريم الدبيس جناح، فما حدش يلومه بصراحه. واخطاء تحكيميه الاهلي ليه 4 ضربات جزاء، وليه جون ملغي، وهو اصلا جون المفروض يتحسب. يعني هو الحكم، بص عشان برضه افهمكم عشان ما حدش يروح غلط، الحكم كان رافع الاوفسايد عشان يدي كل واحد حقه وكل واحد قيمته. الحكم كان رافع الاوفسايد، هو لما بقى كان اوفسايد وهي الكره طالعه من رجل اللاعب مروان عطيه. يعني لما مروان عطيه وبيلعب، رامي ربيعه كان في الاوفسايد، لكن هو دخل يشارك ما عرفش يشارك، فياسر ابراهيم راح مريحها بصدره، وراح رامي ربيعه مسجلها. فهو الحكم اللايز مان رافع من اول كره مروان عطيه، فبالتالي حكم ارض الملعب حسب الاوفسايد من الاول. مش هرجع انا، مفيش فار في افريقيا، لو في فار في افريقيا تتحسب جول. في ضربه جزاء لوسام او ضربتين، وفي ضربه لياسر وضربه لحسين الشحات، ولكن الاهلي خساره ولازم يتعلم الدرس ده. درس انك خسرت ماتشين في المجموعات وجايب 10 نقط
فده درس انك تتعلم ان الجاي هيبقى صعب، هتقابل الجيش الملكي او الهلال السوداني او الترجي التونسي. لازم ان الاهلي يركز في الصفقات الجايه. النهارده يوم 20 ولسه ولا اهلي ولا زمالك عملوا صفقه واحده حتى. تعالوا بقى نروح الناحيه التانيه. الزمالك صراحه مع ريستان جوروس العراب، شغل عالي قوي قوي يا عراب. العراب في خلال 10 ماتشات مع الزمالك 30 هدف، يعني بأداء حلو قوي. الفريق بقى بتشوفه هجومي، زيزو بقى بيخش للقلب. مصطفى شلبي اللي ما كانش عاجبنا بقى عاجبنا دلوقتي، مسجل اخر 4 ماتشات 3 اهداف وصانع هدف. سيف الجزيري بيرجع وبيسجل هدفين، شيكابالا بيرجع وبيصنع لزيزو. كل الفرق بقت بتعمل، وعندك بقت في جواهر في نص الملعب، محمد شحاته، محمد السيد، محمد عاطف. في فرقه تلعب. والدفاع عندك المسلوسي وحسام عبد المجيد والونش، فرقه تقيله وتلعب وتبقى اسمك رنين في كل حته. الزمالك بيفوز امبارح على الانبا ب3 اهداف مقابل هدف. سرعه تسجيل مصطفى شلبي والجزيري، واحده كده رجعتنا لذكريات 2008 2009 لحسين ياسر المحمدي بعد ما الماتش اللي كان معرض قدام انبي لغايه الدقيقه 90، وحسين ياسر المحمدي خد الكوره وراح مرقص من الدفاع للهجوم 3 4 لعيبه وحطها. الجزيري بيعودنا الاهداف دي تاني. صراحه جوله كانت جميله، وجوله انا استمتعت فيها صراحه، والجوله الجايه هتكون امتع وامتع وامتع. يا حريف ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك والكومنت الايجابي، وما تنساش الدعم الايجابي لاخواتنا الفلسطينيين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. فلسطين اتحررت الحمد لله الحمد لله. هيفضلوا في القلب فلسطين، خلي بالكم فلسطين في القلب.